النهاردة هنتكلم عن راجل عجوز كان عايش في حاله، بس اللي حصل لحفيدته غير كل حاجة جواه. ولو عايز تفهم الحكاية خليك معايا للنهاية. فيلمنا بيبدأ مع بنت جميلة اسمها كاتي، واللي بيكون عندها 20 سنة، وبتكون عايشة حياة هادية مع جدها إيفان، واللي كان من أقوى الجنود في الحرب العالمية التانية. وبيكونوا ساكنين هما الاتنين في مدينة صغيرة داخل روسيا، وأيامهم عادة بتكون بسيطة ومليانة بالسلام. ولكن في الحي اللي جنبهم بيكون موجود هناك 3 شباب قاعدين في شقة مع بعض، وبيكونوا معروفين بسلوكهم اللي مش كويس والحفلات اللي بيعملوها دايما، وبيكونوا مخصصين يوم الأربع للحفلات دي. ولما جه عليهم يوم أربع وما كانش معاهم بنات، كانوا واقفين في البلكونة هما التلاتة، وبيدوروا على أي بنت يكون عندها الرغبة إنها تنضم ليهم. ولسوء الحظ كاتي كانت معدية من الشارع في الوقت ده، وأول ما ال3 شباب شافوها عجبتهم جدا. وفي واحد منهم اسمه فادي بيكون عارفها، وبيقول لهم إنها كانت صاحبته في المدرسة، ولكنه بيعرفهم إنها مؤدبة وملهاش في الشمال. بس الاتنين مش بيهتموا لكلامه، وبيطلبوا منه إنه يروح يستدرجها للشقة. وبالفعل فادي نزل يقابلها وأخد معاه صاحبه إيجور. وفادي حاول يقنع كاتي إنها تيجي تقعد معاه شوية هو وأصحابه في الشقة، ولكن كاتي كانت خايفة ورفضت طلبه. بس لما إيجور قال لها إن صديقهم التالت عيد ميلاده النهاردة ولازم تيجي تحتفل معاهم، كاتي اتحرجت ووافقت إنها تروح معاهم. وأول ما كاتي دخلت للشقة كانت مش مرتاحة ومش حاسة بالأمان، وإحساسها بيطلع صح، لأن اللي حصل بعد كده معاها كان جريمة بشعة دمرت حياتها. وبعد ما بيخلصوا بيسمحوا لها إنها تمشي في وقت متأخر من الليل. وفي اللحظة دي فادي كان مرعوب جدا، لأنه خايف من المشاكل اللي ممكن تحصل لهم بسبب اللي عملوه. ولكن موريس وإيجور مش بيكون فارق معاهم، وبيكونوا مطمنين جدا لأنهم معتمدين على أبو فادي المسؤول الكبير في الشرطة، واللي أكيد هيحميهم ومش هيسمح لحد يمسهم. وأول ما كاتي وصلت لبيتها انهارت من البكا، ولما جدها راح لها وشاف أثر اللي حصل لها لأنه كان واضح جدا عليها، فهم على طول اللي حصل لها وكان في قمة الغضب، وطلب منها تعرفه مين اللي عمل فيها كده. ولما كاتي قالت له على أسماء ال3 شباب، جدها ما استناش وخرج من البيت بسرعة علشان يروح ينتقم منهم. ولكن في نص الشارع لما جاره بيسأله هو بيجري ليه وإيفان بيحكي له عن اللي حصل، جاره بيقترح عليه إنه يتصل بالشرطة أفضل وهم يتصرفوا. وعلى الرغم إن إيفان بيكون في قمة الغضب وعنده رغبة كبيرة في الانتقام، إلا إنه بيقف شوية وبيفتكر إن هو راجل عجوز، وأكيد مش هيقدر يتعامل مع 3 شباب لوحده. وفي النهاية بيقرر إنه يدي للقانون والعدالة فرصة، وبيروح يستدعي الشرطة، واللي بتروح على طول للشقة وبيقبضوا على ال3 شباب. والمفتش الرئيسي كان متضايق جدا من تصرف الشباب دول، وكان عنده نفس الغضب اللي عند إيفان، وبيكون مصمم على تحقيق العدالة. ولما بدأ يستجوب ال3 شباب، في البداية أنكروا أي اتهامات موجهة ليهم، ولكن لما المفتش بدأ يضغط عليهم بطريقته وحذرهم من المعاملة السيئة اللي هيتعرضوا لها في السجن لو ما اعترفوش بعملتهم، ساعتها ال3 شباب خافوا جدا. وموريس اعترف انهم استدرجوا كاتي للشقة بتاعتهم وفرضوا عليها نفسهم. ولكن حتى بعد اعترافاتهم القضية بتروح في حتة تانية خالص. لما بيوصل للشقة أبو فادي، العقيد نيكولا مسؤول الشرطة رفيع المستوى، واللي قرر إنه يستفاد من سلطته وطلب من المفتش إنه يطلق سراح ال3 شباب وهو هيتعامل مع الموضوع. ولكن المفتش بيرفض وبيقوله إن المشتبه فيهم اعترفوا بعملتهم، وإنهم كمان لقيوا الملاية اللي على السرير مليانة بالدم، وده بيأكد صحة كلام الضحية كاتي، وبيثبت التهمة أكتر على ال3 شباب. ومع ذلك نيكولا طلب منه إنه يفرج عنهم برضه. وفي الوقت ده في ضابط بيروح للمفتش وبيشارك معاه معلومات بخصوص القضية، واللي هي إن وفقا لعدد من سكان الحي ال3 شباب دول
كانوا بيعملوا حفلات كل يوم أربع وبيجيبوا فيها بنات، وسلوكهم السيء معروف عند الجميع. وساعتها نيكولا اندهش جدا، ولأنه ما كانش عارف يتصرف مع المفتش بسبب كمية الأدلة دي، أخد بعضه ومشي. ولكن من الواضح إن نيكولا مش هيستسلم برضه. وتاني يوم الصبح لما إيفان بيقوم من النوم، مش بيلاقي كاتي موجودة في الأوضة بتاعتها. ولما بيفضل يدور عليها، بيسمعها وهي عمالة تبكي داخل الحمام، وبتخرج تقوله إنها مش قادرة تبص على نفسها في المراية بسبب اللي حصل لها. والكلام ده بيحطم قلب إيفان. وبعد شوية بتيجي أخبار مش كويسة لإيفان، واللي هي إن التلات شباب تم الإفراج عنهم بسبب العقيد نيكولا اللي استخدم نفوذه وخرجهم من الحبس. وأول ما إيفان بيسمع الكلام ده بيتضايق جدا، ولكنه بيقرر إنه يكمل في الطريق القانوني علشان يجيب حق كاتي. وتاني يوم بياخد كاتي وبيوديها لقسم الشرطة علشان تقدم شكوى رسمية وترفع القضية للمحكمة. ولكن كاتي اتصدمت لما اكتشفت إن الضابط اللي موجود في القسم فاسد برضه وشغال لصالح العقيد نيكولا، لدرجة إن الضابط بيسخر من قصة كاتي، وبيتهمها إن هي اللي دبرت اللقاء مع التلات شباب علشان تجبر أي حد فيهم إنه يتجوزها. وأول ما كاتي سمعت الإهانات دي انهارت تماما، ولأنها خلاص فقدت ثقتها في نظام العدالة، راحت قالت لجدها إن مبقيش عندها الرغبة في رجوع حقها، وإنها هتحاول تدفن الذكريات المؤلمة اللي حصلت لها. ولكن إيفان بيرفض، وبيصر إنه لازم يرجع حق حفيدته مهما كلفه الأمر. وتاني يوم لما التلات شباب كانوا قاعدين في العربية وشافوا إيفان وهو معدي قدام منهم، فضلوا يرموا عليه كلام مش كويس وحسسوه بالهزيمة. وساعتها إيفان بيقول لهم إنه هيخليهم يندموا أشد الندم على اللي عملوه. وبعد ما بيسيبهم ويمشي، التلات شباب بيفضلوا يضحكوا عليه لأنه راجل عجوز وما يقدرش يعمل حاجة. ولكنهم ما يعرفوش إن الراجل العجوز ده هينتقم منهم أشد انتقام. وفي الوقت ده إيفان بيقتنع إنه خلاص مش ممكن يعتمد على القانون بعد كده في إنه يرجع له حق كاتي، وقرر إنه يجيب لها حقها بنفسه وينتقم من التلات شباب. وفي الليل لما إيفان بيرجع لبيته، كاتي بتعرفه إن العقيد نيكولا جالها البيت وادالها ظرف مليان بالفلوس علشان يسكتها. وساعتها إيفان اتعصب جدا، وأخد منها الفلوس وراح لبيت نيكولا ورماها في وشه، وقال له إن مفيش حاجة في الدنيا هتشتري سكوتهم. ولما إيفان رجع للبيت، كاتي قالت له إن عمتها سافرت وسابت لها مفاتيح شقتها علشان تهتم بالطيور بتاعتها. ولما إيفان افتكر إن شقة عمة كاتي بتطل على شقة التلات شباب مباشرة، أخد منها المفتاح وقال لها إن هو اللي هيهتم بالطيور بدلها. وأول ما إيفان وصل للشقة دي، بدأ يحضر لخطة الانتقام اللي هينفذها. راح تاني يوم لسوق الأسلحة، وبدأ يدور على سلاح مميز علشان يشتريه، لحد ما لفت انتباهه بندقية قناصة عالية الدقة. ولما جربها على النشان، كل الطلقات اللي ضربها أصابت الهدف. وده أدهش التاجر اللي بيبيع له. معذور، أصله ما يعرفش إن إيفان كان من أقوى الجنود في الحرب العالمية التانية. وتاني يوم إيفان بيروح يقعد مع أصحابه في الحديقة المحلية علشان يراقب المكان كويس ويتأكد إن كل حاجة تمام. وأول ما بيشوف التلات شباب وهم طالعين للشقة بتاعتهم، بيفضل يتسلل لحد ما بيوصل لشقة عمة كاتي، وبيمسك البندقية القناصة اللي اشتراها، وبيقرر إنه يبدأ بموريس اللي عامل فيها زعيم الشلة. وبعد ما بيحدد هدفه بدقة عالية، بيسحب الزناد والرصاصة بتصيب موريس إصابة قوية. وفي الوقت ده إيفان بيروح يخبي البندقية بتاعته بسرعة، وبيرجع يقعد مع أصحابه وكأن مفيش حاجة حصلت. وفي اللحظة دي إيجور وفادي بيطلبوا الإسعاف لصاحبهم موريس، واللي بيكون ما بين الحياة والموت. وساعتها نيكولا بدأ يشك إن إيفان هو اللي بيطاردهم، وبعتله ضابط يحذره إن هو الوحيد اللي مشتبه فيه، لأن هو الوحيد اللي عنده دوافع للانتقام من التلات شباب.
ووقتها إيفان بيرد عليه بكل ثقة: اثبتوا ده لو تقدروا. وساعتها الضابط بيسيبه ويمشي. وبعد كام يوم إيفان بيروح لشقة عمة كاتي مرة تانية، والمرة دي بيكون هدفه هو إيجور. وأول ما بيلاقيه مريح داخل العربية بتاعته، إيفان بيمسك البندقية وبينشن على تانك البنزين. وأول ما بيضرب طلقة عليه، العربية كلها بتنفجر. وعلى الرغم إن إيجور قدر يخرج من العربية، إلا إن الحادث ده خلاه عاجز عن المشي بعد كده. وساعتها نيكولا كان قلقان جدا على ابنه، لأنه كده الدور عليه. وقرر إنه يأمن البيت كويس، وطلب من ابنه إنه يخلي باله من نفسه. ولكن فادي كان مرعوب جدا وقرب يتجنن. وبعدها نيكولا بيروح لبيت إيفان، وهو معاه إذن تفتيش وفريق من الضباط، واللي فضلوا يفتشوا البيت حتة حتة على أمل إنهم يلاقوا أي سلاح. ولكنهم ما لقيوش أي حاجة في الآخر. وفي الوقت ده عمة كاتي بتوصل لبيت إيفان وبتطلب منه مفاتيح شقتها. وساعتها نيكولا قرر إنه يفتش شقة عمة كاتي هي كمان. وأول ما إيفان سمع الكلام ده اتصدم، لأنه مخبي البندقية بتاعته هناك. ولكن الغريبة إنهم لما فتشوا شقة عمة كاتي ما لقيوش حاجة برضه. ولأن مفيش أي دليل يدين إيفان، نيكولا قرر إنه يتكلم مع إيفان بشكل شخصي، وفضل يترجاه إنه ما يعملش حاجة في ابنه فادي. ولكن إيفان رد عليه بسخرية وقال له إن الوقت فات على الكلام ده، وإن الكارثة حصلت لابنه خلاص. فنيكولا خاف جدا وطلع يجري على بيته بسرعة. ولما لاحظ إن الباب مقفول بالترباس وفضل يخبط بشكل متكرر، فادي اترعب جدا وافتكر إنه القاتل اللي جاي يخلص عليه. ففادي مسك المسدس بتاعه والحادث انتهى بوفاة نيكولا. ولما فادي فتح الباب، اتصدم لما عرف إنه قتل أبوه، وحصل له انهيار نفسي واتجنن تماما. وبعدها المفتش بياخد إيفان لبيته وبيديله البندقية القناصة بتاعته. فإيفان بيستغرب جدا وبيسأله إيه اللي جابها هنا. وساعتها المفتش بيعرفه إن هو كان من ضمن الضباط اللي فتشوا شقة عمة كاتي. ولما لقي البندقية بتاعته هناك، أخدها وخباها في البيت عنده قبل ما حد يشوفها من الضباط اللي معاه. ومرضيش يوريها لنيكولا علشان ما يدينش إيفان. وهو عمل كده لأنه متأكد إن التلات شباب اعتدوا على كاتي فعلا، وكان لازم يسيب إيفان ياخد حق حفيدته اللي القانون مقدرش يرجعه. وساب إيفان يمشي وقاله إنه مش هيعرف الشرطة بأي حاجة. وفي المشهد الأخير من الفيلم، إيفان بيرجع لبيته وبيسمع كاتي وهي بتعزف على الجيتار وبتغني لأول مرة من فترة كبيرة، لأنها كانت مبسوطة جدا لما عرفت باللي حصل للتلات شباب. وعلى الرغم إن الحزن بيكون لسه موجود في صوتها، ولكن غناها ده معناه إنها في بداية شفائها ونهاية الذكريات المؤلمة اللي اتعرضت لها. وإيفان بيكون مبسوط جدا بفرحة حفيدته كاتي. والسؤال في النهاية، شايف اللي حصل من إيفان عدالة ولا فشل من القانون؟ وبكده يكون فيلمنا انتهى. ما تنساش اللايك والاشتراك. سلام.